أستاذ زكريا نائب رئيس الحزب. فيكم الخير والبركة إن شاء أستاذ الله. عبد الصمد ممثل الحزب في أربيل، مسؤول المكتب. يا أهلا دكتور عماد، يا مرحبا بك. دكتور كيف الحال؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله بدعواتكم إن شاء الله. الله يشفيك. متى وصلوا إلى أربيل؟ قبل 3 أيام. قبل 3 أيام ما شاء الله. وعندهم لقاء مع السيد الرئيس موجود من الولادة موجود. إن هو في مواسم البرد يقول أنا أقدر آخذ زوجتي إلى بغداد. بس يعني هذه الأوضاع المضطربة أكثر. جو استفادة بكم دعاء وبستين. سيدي يقول جئنا ومن ضمن الزيارة يعني اللي حددناها زيارتك للتبرك وكذلك للاستفادة وكذلك للشرف، بالنسبة لنا الشرف. جماعة إسلامية، وكجماعة إسلامية الحزب اللي تولى قيادة الحكم قبل أردوغان هم علمانيين ولائكيين، وبعد يعني الحزب العمال الكردستاني التوجه اليساري أيضا يعني لديهم عداء معهم لأنهم يمثلون نخبة إسلامية قريب العهد، يعني حتى الآن ما استطاعوا أن يتخطوا، لأنه يحتاج إلى 10 ملايين أصوات كي يتخطوا هذه ويوافق على إن شاء الله. ورفع صوتكم هناك بالخير والبركة إن شاء الله إن شاء الله. ولكن الحمد لله يعني عندهم مدارس شيخ، عندهم اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية وأيضا مدارس النسوان، أيضا يعني حركة نسوانية قوية جدا. هذا ما يغاير مثلا ما يميز عملهم مع العمل باقي الحركات الإسلامية. وجهت إليهم هذا السؤال، تقريبا حوالي 80% كردية و40% يعني 20% تقريبا باقي المكونات من الأتراك وكذلك من اسم إنذار نعم. وفقط لأجل الدعوة والإرشاد، ومجلة خاص بالنساء ممتاز. ومجلة خاص بالشباب، ومجلة خاص نشر بلسان الكردي كرمانجي. ومع مجلة النساء معه أيضا فرع للأطفال. اتصال بالناس ستظل مؤسسة فوقية لا تؤثر في مجريات الأحداث، فهذه بداية خير يعني وبركة إن شاء الله. ولا اكتشفوها لأن يجون من الخارج واحد يدخل إلى الإسلام يكتشف أشياء تثير الدهشة. نحن عايشين من الداخل. إذا أتيح لتلامذتكم وطلبتكم أن يعقدون ندوة في أربيل مستقبلا، في أربيل هنا إن شاء الله، وماذا موان أو فكرة هي إن شاء الله تقن أعمال ذكر ديار إن شاء الله. أف سانجيك وأمد دكشينا فيك استوجت تولده. دو يك دزباس كبير يعني مش دائمي دبيجن. أف سانجيت تولده إن شاء الله. وإسلام كي جورا بخرط إن شاء الله. إن شاء الله. ومتى مشكلة ما خلاص. إن شاء الله. أوجد الدين إن شاء الله. قياسا كيف أبزان بيس بيز بلا غرفة كيف غرفة كرة بيز بلا وظائف في تاريخ المسلمين. هذا الكتاب قالوا عن الإسلام. هذا في الرؤية الإسلامية. هذا ثلاثة شوفها يعني. والله ابن دبيتشو كان توصل بعض المعلومات طلبتهم.